اوعي تكوني بتعملي في امك كده، تنده عليكي يوه مش عايزه تردي، تطلب منك طلب اوف مش عامله، هو مفيش غيري اللي في البيت هو اللي يعمل، تيجي تتكلم معاكي وشك مكشر في وشها ومش بتبلي ريقها زي ما بيقولوا. انا عايزه اقولك على حاجه يا بنتي، مفيش حد هيحبك قد امك، ولا حد هيتمنى لك الخير قدها، ولا حد هيدعي لك من قلبه زيها وتكون دعوه مستجابه باذن الله. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اللي بتعمليه مع امك النهارده هتلف الايام وهيقعد لك وبنتك هتعمله معاكي. افعل يا ابن ادم كما شئت فكما تدين تدان، والايام مفيش اسرع منها. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. وخلي بالك بكره الايام تجري بسرعه وربنا يبارك في عمر الامهات كلهم. اللي انت متضايقه منها دلوقتي اصلها بتنده عليا كتير، اصلها بتطلب مني طلبات كتير، بكره تتمني تسمعي صوتها بس، ولو ندهت عليكي بدل المره 100 مره تقولي بس اسمع صوتك يا امي او اشوفك يا امي. فنفوق قبل فوات الاوان، وقبل ما نندم على ان احنا لو يرجع بينا الزمن ما كناش نعمل كده مع امهاتنا. لكل بنت بتقول لامها اف وبتتأفف من طلباتها، خلي بالك الدنيا صغيرة وبتلف وهيقعدلك، وربنا يخليلك أمك.